بسم الله الرحمن الرحيم. المنتخب المغربي الحبيب الشقيق يخسر أمام المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف. هارد لك لأسود الأطلس، قدموا بطولة ولا أروع، وحقيقة مبروك للشعب المغربي والشعب العربي هذا الإنجاز الكبير التاريخي، ومبروك للمنتخب الكرواتي. حقيقة المنتخب الكرواتي منتخب يمتلك خبرات ولاعبين على مستوى عالي، مودريتش، إيفاكوفيتش، ريبيتش. فالمنتخب الكرواتي حقيقة بالمونديال دائما ما يكون خصم قوي، ودائما ما يقدم بطولة على مستوى عالي. بال 98 أخذ المركز الثالث وخسر أمام المنتخب الفرنسي، ومنتخب فرنسي بال 98 أحرز البطولة. بال 2018 أيضا وصيف كأس العالم أمام أيضا المنتخب الفرنسي. طبعا حقيقة مباراة شفناها ندية، المنتخب المغربي قدم بطولة ولا أروع. مباراة أيضا اليوم مباراة جيدة، وشفنا أنه الإرهاق واضح على المنتخب المغربي زائد الإصابات، والكروات استغلوها بخبرة اللاعبين والكادر التدريبي. هارد لك للمغرب مرة أخرى، وألف مبروك للمنتخب. الغد مباراة منتظرة للجمهور الكروي في جميع أنحاء العالم. المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب الأرجنتيني، حقيقة مباراة راح تكون على مستوى عالي. سبق وأنه واجه المنتخب الأرجنتيني المنتخب الفرنسي في 5 مرات، تفوق الأرجنتين في 4 منها. بال 1930 تفوق بهدف، وبال 1978 أيضا البطولة التي أقيمت في الأرجنتين تفوق بهدفين مقابل هدف. وفي مباراة ودية 2007 تفوق أيضا الأرجنتين، ومباراة ودية 2009 تفوق الأرجنتين. المنتخب الفرنسي عنده انتصار واحد بال 2018 في مونديال السابق ب4 أهداف مقابل 3. طبعا لو نجي نتكلم على صعود المنتخبين، مش شفنا بالدور الأول المنتخب الفرنسي واجه بمجموعته المنتخب التونسي والدنماركي والاسترالي، احتل المركز الأول، تفوق على استراليا ثم الدنمارك، وخسر أمام تونس بعد أن ضمن التأهل. المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى تعثر أمام السعودية، ثم انتصر على المنتخب المكسيكي، ثم انتصر على بولندا. في الدور الثاني المنتخب الفرنسي حقيقة تفوق على المنتخب البولندي، ثم تفوق على المنتخب الإنجليزي، ثم تفوق على المنتخب المغربي. المنتخب الأرجنتيني في الدور 16 تفوق على المنتخب الأسترالي، ثم تفوق على المنتخب الهولندي بمباراة دراماتيكية، وتفوق أيضا على المنتخب الكرواتي ب3 أهداف مقابل لا شيء. فالمنتخبين استحقوا التأهل. يعني المباراة حتكون متكافئة بين الفريقين. حقيقة المنتخب الأرجنتيني يمتلك لاعبين على مستوى عالي، مارتينيز، ليونيل ميسي، وعندهم حقيقة لاعبين يمتلكون مهارة فردية. المنتخب الفرنسي أيضا يمتلك قوة بدنية، ويمتلك لاعبين على مستوى عالي، مهارات فردية وسرعة. حقيقة مبابي، جيرو، كريزمان، عندك جريزمان وديمبلي. فالمنتخب الفرنسي وتشواميني تسديدات خارج منطقة الجزاء. فالمنتخب الفرنسي بدنيا أقوى، مع أن الكرة الأرجنتينية كرة تعتمد على المهارة، وأيضا على الكرات المتناقلة البسيطة السهلة بين المدافعين عكس المنتخب الفرنسي. فأتصور أنه المنتخب الفرنسي راح يقدم مباراة كبيرة، صعب تتوقع بها، بس إن شاء الله المنتخب الفرنسي يأخذ البطولة بدال نجمتين، يصير النجمة الثالثة. طبعا الأرجنتين أيضا واخذ بطولتين، فمباراة راح تكون للنجمة الثالثة، فراح تكون مباراة ليس بسهلة على الطرفين. أتصور أنه المنتخب الفرنسي راح يستحوذ على الكرة، لأن إذا المنتخب الأرجنتيني استحوذ على الكرة بالهجمات المرتدة، المنتخب الفرنسي خطر، يمتلك لاعبين يمتلكون السرعة. فأتصور أنه الأرجنتين راح تعطي الكرة للمنتخب الفرنسي وتعتمد على المرتدات. وإذا صار غير هذا السيناريو، فأتصور أنه فرنسا راح يكون المباراة راح تكون سهلة بالنسبة لهم، أتصور يعني أنا وجهة نظري. فأتوقع أن المنتخب الأرجنتيني راح يمتلك الزمام الأمور والسيطرة للمنتخب الفرنسي، بالمقابل يعتمد على المرتدات. إن شاء الله المنتخب الفرنسي يحصل على البطولة الثانية تواليا بعد ما حققتها إيطاليا بال 1934 و38 والبرازيل 58 و62، وإن شاء الله المنتخب الفرنسي يحققها بال 2018 و2022 إن شاء الله.